أعطي الكلمة الآن إلى وفد الجزائر. سيدي الرئيس، أشكر بنما على عقد هذه المناقشة. لقد أصغينا إلى الممثلة الخاصة للأمين العام وممثلة المجتمع المدني إخلاص أحمد. سيدي الرئيس، تقرير الأمين العام يثير الانشغال الشديد لا سيما بالنسبة للحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعيد التأكيد على التالي: تحققت الأمم المتحدة من وقوع 12 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية. ويوثق التقرير التالي: وثق وقوع حالتي اغتصاب و4 حوادث عنف استهدفت الأعضاء التناسلية من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذكور. وأشار التقرير إلى أن لجنة التحقق تلقت معلومات موثوقة حول المحتجزين الذين تعرضوا لحروق في فتحة الشرج. وهناك حوادث أخرى مفصلة في التقرير، وهذه الحوادث والتقرير في حد ذاته يشير إلى أن هذه الحوادث مجرد مؤشرات وليست شاملة. ونظرا لعدم القدرة على قدرتنا للوصول إلى مرافق الاحتجاز ووجود عراقيل في مسألة الإبلاغ عن العنف الجنسي بسبب الخوف وغياب الثقة في آليات رفع الشكاوى، فإن الحالات الحقيقية قد تكون أكثر. وبرغم من ذلك إسرائيل غير مدرجة ضمن الأطراف المشتبه فيهم بشكل موثوق لارتكابها أو مسؤوليتها عن أنماط العنف الجنسي في النزاع. هذا لا يمكن الدفاع عنه، وهذا يسمح بالإفلات من العقاب، وهو أمر خطير ويوجه رسالة لا يمكن القبول بها تقول إن الجنات فوق المحاسبة. وهذا يشير إلى معايير مزدوجة تدمر الثقة في حياد آليات الإبلاغ وتقوض صميم حماية المدنيين. سيدي الرئيس، الأمين العام حذر من الزيادة المأساوية في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في 2024. النزاعات تتفاقم، وشهدت العنف الجنسي الذي يتزايد والذي يتفاقم بسبب مستويات غير مسبوقة من النزوح والعسكرة. وهذه التوجهات الخطيرة تتفاقم بسبب إفلات بعض الأطراف من العقاب، لا سيما قوات الاحتلال الإسرائيلية. إن الإفلات من العقاب يؤجج أو يؤدي إلى التكرار، والصمت يكافئ الجنات. يجب أن نعكس هذا النمط. التزامنا الجماعي كما ورد في ميثاق المستقبل يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. الكلمات لا تكفي، الأعمال هي المطلوبة. ونحن نتوقع تصحيح ما ورد في التقرير في التقرير التالي: إسرائيل تم وضعها على قائمة الاختيارات ويمكن أن تدرج في المستقبل. نحن ندعو إلى التالي: التحقيقات المستقلة مطلوبة في جميع ادعاءات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بالتعاون الكامل مع جميع الأطراف والحماية الفعالة للناجين والشهود. ثانيا، تدابير المساءلة الملموسة بما في ذلك الجزاءات الواضحة الهدف ضد الجنات، وعند التأكيد على أنه ما من أحد فوق القانون الدولي، ولا بد من مشاركة الضحايا بشكل هادف في جميع مستويات المفاوضات حول السلام والمناقشات حول وقف إطلاق النار والتعافي بعد النزاع، وتوفير الموارد المستدامة والمناسبة للبرامج التي تحمي الضحايا وتمكنهم أثناء النزاع وبعده. سيدي الرئيس، ضحايا العنف الجنسي والجنساني يستحقون العدالة. ما من شخص فوق القانون. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب هذه الفظائع يوميا في غزة، ويستخدمون العنف الجنسي كسلاح ضد سكان مدنيين لا حول لهم ولا قوة. الجزائر تحث هذا المجلس للعمل بحس من الشجاعة وتسمية الجنات ومحاسبة الجنات وإعادة المصداقية إلى آلياتنا. شكرا جزيلا. أشكر ممثلة الجزائر على هذا البيان.